يعني أول سؤال عن سعر الصرف. ما هو سعر الصرف؟ سعر الصرف بالعراق أكو 3 أسعار. أنا أحاول أن أبسطها حتى تكون يعني مفهومة عند الجميع. أولا سعر الصرف اللي نتكلم عنه هو سعر صرف بيع الدولار من وزارة المالية إلى البنك المركزي. وزارة المالية تجيب هذا الدولار نتيجة صادرات النفط. صادرات النفط تسعر بالدولار وتحول إلى حساب وزارة المالية، لأن وزارة المالية هي مسؤولة عن مالية البلد. وزارة المالية تبيع هذا الدولار مقابل دينار عراقي بسعر متفق عليه بين الطرفين. هذا السعر سابقا كان 1182، الآن هذا السعر راح يكون 1450. المالية تبيعها إلى البنك المركزي. البنك المركزي عنده أسلوب أنت سميته المزاد، ممكن نتكلم عنه بعدين، وأسلوب أن يعطي أو يغذي السوق بمتطلبات السوق للدولار، فيعرض هذا الدولار بسعر بهامش شوية قليل. مثلا لما كان 1182 الهامش كان أعتقد 10 نقاط، فيباع إلى المصارف أو شركات الصيرفة ب 1190 مثلا، 95 مثلا أو 1200، ما أعرف يا رقم بالضبط، لكن فالهامش بسيط 1% وشيء. بعدين المصارف لما تشتري المزاد، تشتري الدولار من المزاد، مفروض عليها أن تبيعها مع هامش قليل إلى المستفيد المستورد أو اللي يريد يحول الفلوس للخارج. هذا السعر ما بين البنك المركزي وما بين المؤسسات المالية اللي تتعاطى معها بالمزاد. بعدين أكو سعر سوق ما له علاقة لا بالبنك المركزي ولا شيء. هذا السعر أي واحد يروح إلى الصراف يطلب منه الدولار، إذا الدولار ما آتي إلى السوق بواسطة بيع الدولارات من وزارة المالية إلى البنك المركزي، هذا يسمى سعر السوق. هذا السعر نوعا ما أكثر من السعر اللي يباع ما بين البنك المركزي وما بين العملاء في المزاد. مرات النسب بتكون واسعة كبيرة ما بين سعر البنك المركزي إلى الزبائن وبين سعر الصرف. هذا ينطي هامش إلى الناس اللي حصلوا على الدولار بسعر الرسمي وشبه الرسمي مع الهامش. طبعا طريقة وصوله إلى السوق بها نوع من التعقيد، لكن هذا الفارق الناس تتكلم عنه. فهاي 3 أسعار الآن نتكلم عنها. سعر بيع الدولار من وزارة المالية إلى البنك المركزي راح يرفع من 1182 إلى 1450. البنك المركزي راح يضيف هامش عليه وراح يعلن عليه، راح يكون 20 نقطة أو شيء، بحيث البنك المركزي يبيع هذه العملة للزبائن ب 1470 1490، ما ادري برقم، لكن على نفس الآلية. اي. بعدين سعر السوق. سعر السوق عوامل كثيرة تلعب بسعر السوق، لكن الأساس التسعيرة سعر السوق هو مقارنة هذا السعر بالسعر الرسمي. فلما نتكلم والله السعر الرسمي 1450 وسعر السوق 1500، أنا ما أعتقد هذا هامش كبير صراحة. ممكن يكون الهامش أكبر، لكن الآن إذا يستقر سعر السوق حول هذا الرقم، أعتقد يعني صار في نوع من الاستقرار بالأسعار، وراح يساهم في قبول المواطن والرجال الأعمال والتجار بهذا السعر الجديد. أما بالنسبة للمزاد، المزاد بصراحة طريقة وصول العملة أنت سميتها صعبة، هي بصراحة مثل ما قلت الدينار هو العملة الصعبة سابقا مو الدولار. وصول هذه المبالغ إلى المستوردين أو إلى المصارف، هذا الأسلوب المتبع بالماضي. يبقى وما يبقى هذا مو قرار عائد إلى وزارة المالية. البنك المركزي أكيد يدرس هذا الموضوع.